اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. سمعنا ان شخصيه توم بيستون هتظهر فيلم سبايدر مان الجديد ان شاء الله. لازم النهارده هنستغل الفرصه ونتكلم على توم بيستون في الكوميكس، ناخد فكره عنه عن قدراته. توم بيستون هو شخصيه تبع مارفل كوميكس، اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر نوفمبر سنه 1987. الكلام ده كان في العدد رقم 36 من سلسله الكوميكس ويب اوف سبايدر مان على ايد الكاتب جيري كونواي. هو سوبر فيلن، اسمه الحقيقي هو الونزو لينكولن او اختصارا لوني. اتولد في هارلم نيويورك، هو امهق وعنده مشكلة في أحباله الصوتية بتخليه يتكلم بصوت واطي. الموضوع ده بيخليه منعزل عن باقي زمايله. كان في طالب واحد بس بيعامله بشكل طبيعي، ده يبقى اسمه جو روبرتسون، اللي بيكبر وبيبقى صحفي معروف اصلا في قصص سبايدر مان ان هو صديق لبيتر باركر. بنشوف بعد كده ان هو بيمارس تمارين رياضيه عنيفه مكثفه، بيبقى حاجه كده طول بعرض، بيبقى قامه، بيبقى متنمر، بيستخدم قوته الجسديه على زمايله عشان ياخد منهم فلوسهم. بيسموه توم بيستون او شاهد القبر. وبعد كده بيبقى متضايق جدا جدا من جو عشان هو معتبره صديقه، لما بيكتشف ان هو بيعمل عنه تحقيق صحفي لصحيفة المدرسة بيتكلم فيها عن نشاطاته الإجرامية. بيمسكوا يرنوا علقة عشان يبطل كتابة عنه. هو بعد 8 سنين بيروح فيلادلفيا وبيبقى رجل عصابات. جو بيبقى شغال صحفي في المدينة دي برضه. يوما ما في حد بيتصل بيه بيقول له انا عندي معلومات ليك عن جريمة قتل. بيتفقوا على مكان معين. جو بالفعل بيروح هناك، بيكتشف ان المصدر بتاعه ده اتقتل على ايد توم بيستون اللي هو عنده تروما منه من وهم صغيرين. هو بيشوفه قصاده بيتخض، بيطلع يجري، بيروح على البيت بتاعه. وزيادة الرعب توم بيستون بيتصل بيه في البيت بيقول له هاي. ساعتها جو بيقول فاكس جدا المدينة دي، بيرجع على نيويورك، بيشتغل في الديلي بيوجل. بتعدي سنين كتيرة جدا، بنشوف ان توم بيستون لسه موجود في عالم الجريمة، اسمه بيزيد، بيعمل عمليات اجرامية اكتر واكتر، بيتقبض عليه كتير بس عمره ما بيدخل السجن. ليه؟ لان كل مرة الشهود بيموتوا او بيختفوا في ظروف غامضة قبل القضية، فبيطلع لعدم كفاية الادلة. بيكون اب البنت اسمها جانيس، بيساعدها في اول عملية احتيال ليها انها تسرق هدايا بنت كان عندها عيد ميلاد، حاجة شريرة جدا. هي لما بتكبر بيكون عايز يدخلها كلية الحقوق علشان يتلاعبوا بالقانون ويستخدموه استخدام سيء، بس هي بتقرر تكون سوبر فيلن زي ابوها، وبالفعل ده اللي بيحصل. وابوها بيبقى متضايق جدا وبتسمي نفسها بيتل. بعد سنين كتيرة جدا في عالم الجريمة هو بيرجع نيويورك. جو بيشوفه، بيبقى عنده حس مسؤولية كبير، بيشوف ان هو لازم يساعد الشرطة في القبض عليه. وهو اصلا كل السنين اللي فاتت دي كان بيلوم نفسه ان هو ما بلغش عن جريمة القتل اللي شاهدها من 20 سنة فاتت. بنشوف ان هو بيسجل شريط كاسيت لبيتر باركر بيحكي له فيه كل حاجة، وبيقرر يواجه توم بيستون بنفسه. جو بيضرب نار على توم بيستون. توم بيستون بيطلع ان هو لابس بدلة مضادة للرصاص، بيمسك جو يحضنه، بيكسر له عظمه، بيتسبب في شلله، بس بيسيبه عايش عشان هو معتبره صديقه. بعد كده ابتدى يدور على شريط الكاسيت اللي بيدينه، بيهدد ماري جين، بيخش في معركة قصاد سبايدر مان وبيتغلب وبيتقبض عليه. بعد كده احنا بنشوف ان جو بيشهد ضده لوزارة العدل. واخيرا لاول مرة بعد اكتر من 20 سنة في عالم الجريمة توم بيستون بيخش السجن. توم بيستون بيستخدم النفوذ بتاعه انه يخلي جو موجود في نفس السجن اللي هو فيه، بما ان جو بيتم اعتباره متواطئ في الجريمة عشان ما بلغش عن الجريمة اللي حصلت من 20 سنة. وبيكون في الزنزانة اللي جنبه بيتنمر عليه وبيضايقه بكل الطرق وبمختلف الأشكال. في واحد بيحب يدافع عن جو بس توم بيستون بيقتله. هو بعد كده بيجبر جو ان هو يتصل بسبايدر مان، بيجيبه السجن، بيعرف يتغلب عليه، بيخدره، بيخليه رهينه علشان يعرف يهرب من السجن. وبعد كده هو وجو بيركبوا هليكوبتر. سبايدر مان بيتشعلق في الطيارة، توم بيستون ابتدى يرفص فيه. بنشوف ان جو بيقرر يتغلب على خوفه من توم بيستون، بيمسكه يحضنه وبينطوا بره الطياره. بيعيشوا بس جو بيبقى مصاب اصابات خطيره جدا. في واحد بيلاقيهم بيستضيفهم عنده. بتمر اسابيع وتوم بيستون قاعد جنب جو مستنيه يتعافى عشان يتحدى تحدي اخير ونهائي. في المعركه دي بنشوف ان جو باستخدام شوكه زراعيه بيغز توم بيستون في صدره. توم بيستون بيبقى محبط للغايه، بيبقى متضايق ان صديقه عايز يقتله، الراجل يعني مضلل للغايه. هو بعد كده بيسيب المكان ده كله، بيروح منهاتن وبيروح يشتغل عند هامر هيد. هامر هيد مش بتعجبه العلاقه اللي ما بين جو والراجل بتاعه اللي هو توم بيستون، فبيقرر يستعين بخدمات هوب جوبلin ان هو يقتل جو. توم بيستون بيحبط المخطط ده بحجه ان مفيش اي حد هيموت صاحبه غيره. بيستدرج جو بعد كده لمصنع كيماويات. جو بالغلط بيحبس توم بيستون في غرفه، بيتم اطلاق غاز اسمه دايوكس 3. الغاز ده بنشوف ان هو بيغير في توم بيستون، بيخليه ميوتيت، بيخلي جلده غير قابل للاختراق. بيسيطر بعد كده على عمليات هامر هيد،
بيتنازل عن صقره تجاه جو عشان هو بيشوف ان هو مدين ليه بالفضل ان هو يكتسب قدرات. بيحارب البانشر وبيواجه دير ديفل، هما الاتنين يعتبروا اعدائه برضه. وللصدفة الغريبة بنته بتتجوز ابن جو. هو يعتبر من اخطر زعماء العصابات في مدينة نيويورك وليه اسم كبير جدا في عالم الجريمة. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو بعد ما تعرض للغاز بقى ميوتيت، بقى عنده قوة بدنية كبيرة جدا، بيعرف يشيل اكتر من 6 طن، عنده قدرة عالية على التحمل، عنده ردود افعال خرافية. هو كمان عنده متانة خارقة، بيستحمل طلقات الرصاص، بيستحمل درجات الحرارة العالية جدا والمنخفضة جدا، وجلده صلب كالألماس. بالنسبة لظهوره في الأعمال الفنية فهو ظهر في مسلسلات الأنيميشن سبايدر مان ذا أنيميتد سيريس، ذا سبكتاكولار سبايدر مان، وظهر في فيلم الأنيميشن سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، وإن شاء الله هيظهر في الجزء الجديد اللي هو بيوند ذا سبايدر فيرس سنة 2027. بالنسبة للام سي يو فهو ظهر في مسلسل الأنيميشن يور فريندلي نيبرهود سبايدر مان، وان شاء الله هيظهر فيلم سبايدر مان اللي هينزل السنه الجايه اللي اسمه سبايدر مان براند نيو داي، وظهر في 3 العاب فيديو جيم. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها عن توم بيستون في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت كنت تعرف الشخصيه دي قبل كده ولا لا، وايه رايك في مستوى قوته. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.